السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم أم يوسف. اليوم جيناكم بالخبز اللي يحبوه كامل الجزائريين، اللي هو خبز الدار. وكما تعرفوا المرأة الفحلة نتاع بكري كانت ما يخطيهاش خبز الدار من الدار، وكانوا يعجنوه ويتعبوا فيه. اليوم جبت لكم خبز الدار بلا تعب بلا دليك بلا عجين، بملعقة فقط. يعني أثناء إعداد العجين ما تلمسيهش كامل بيديك، فقط بالملعقة. خبز الدار ولا أروع كما راكم تشوفوا. اللي حابة تتعلم وصفة خبز الدار اليوم بالملعقة وتكون حرة الحراير ما يخطيهاش كامل من الدار، تتفضل معايا تكمل لا فيديو من الأول للآخر. وبسم الله يلا نبداو. حبيباتي نجيبو صحن ولا جفنة ولا باسينة كما راكم تشوفوا، نحطو فيها 3 كؤوس من الماء الدافئ. 3 كؤوس من الماء الدافئ. الحجم الكأس هنا راهو من حجم 220 ميلي. ملعقة كبيرة من خميرة الخبز وملعقة كبيرة من السكر. عمرو الملعقة تاع السكر مليح. انا هنا كان خلاص لي عاود شريت وعاود ضفت له ونغلطوه مليح مليح ونخليه يختمر 10 دقائق. بعد ما اختمر نجيبوه نضيفوا له حوالي ملعقة متوسطة من السانوج. هنا راهو اختياري، الحب ما تضيفش ما تضيفش. نزيدوا له ملعقة من حليب غبرة معمرة مليح كما لاحظتوا البنات. واللي ما عندهاش حليب الغبرة تعوض كأس ولا 2 من الماء بالحليب الدافئ بيان سور. نزيدو نضيفو عليهم 5 ملاعق من الزيت، زيت النباتية، واللي عندها زيت الزيتون دير عليه زيت الزيتون. هكذا البنات كما راكم تشوفوا. تبعوا معايا الخطوات الاخير ان شاء الله راح يكون خبز الدار تاعكم ناجح. نزيدوا ماذا؟ ملعقة صغيرة متوسطة من الملح. لما نقول صغيرة يعني ملعقة تاع الديسير، مش هذيك الصغيرة خلاص تاع القهوة. نخلطوهم مليح نمزجوهم مليح في السوائل ونبداو نضيفو في السميد البنات. هنا السميد نتاعنا راح يكون رقيق. السميد الرقيق البنات راح نستخدموه في خبز الدار، هو احسن سميد لخبز الدار. هكذا العجينة أخذت لي حوالي 6 كؤوس من السميد حجم 220 ملي. هنا البنات العجينة لازم تكون جارية خلاص، ولا طلقة روحها كما نقولوا طلقة روحها خلاص. نضيف الكأس السادس والأخير ونخلط مليح مليح بالملعقة كما تشوفوا. ما مسيناش كامل بيدينا، رانا نستخدمو غير في الملعقة ولا سباتول. البنات لاحظوا معايا القوام تاع العجينة، لازم تكون القوام بهذا الشكل. والسميد لازم يكون رقيق ولا رطب. البنات نأكد لكم على نوعية السميد، مش هذاك البنات اللي جاي كيما الفرينة، لا، سميد رقيق ولا رطب. هكذا نغطوه ونخلوه يختمر حوالي 20 دقيقة. هنا خبز الدار نتاعنا اختمر كما راكم تلاحظوا البنات. نجيبوه نزيدو نديرو عليه اضافات اخرى. واش راح نزيدو نديرو عليه؟ نجيبو صحن نحطو بياض البيضة الصفار راح نحتفظوا به للدهن. نزيدو عليهم ملعقة كبيرة من الزبدة اللي كنت ذوبتها وبردتها، ما نحطوهاش سخونة يا البنات. هنا لو كان نحطوه سخون راح يطيب معنا البيض وراح يفسدنا الاختمار تانيك. هكذا البنات ملعقة كبيرة معمرة مليح تاع الزبدة نذوبوها نبردوها ونحطوها مع صفار البيضة. نزيدو عليهم كيس من خميرة الحلويات وملعقتين متوسطين ولا ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. نحطوه طول على الخميرة، راكم تشوفوا في التفاعل. هنا الخل الأبيض راهو مفعل الاختمار ومساعد على قوة الاختمار. لاحظوا معايا البنات. هنا دمجت السوائل هادو مع بعضهم وراح نضيفهم بعد ما مزجتهم مليح مع بعض. راح نضيفهم على العجين نتاعي ونحاول اني نخلطهم وندخلهم مليح في بعضهم في العجين فقط بالملعقة ولا بسباتول. لاحظوا معايا البنات حوالي دقيقة وانا نخلط فيهم، نخلطهم مليح مليح ان شاء الله تكون الصورة واضحة. فقط نعاود نغطيهم ونخليهم يختمروا من 15 حتى ل 20 دقيقة. إذا كان الجو بارد حاولوا تحطوهم في مكان دافئ. هنا كما راكم تشوفوا راهي العجينة ولات لنفس الحجم. نحطها في السنيوة نتاعي. هنا جاتني
خبزة كبيرة تاع 40 على 40 سنتيم، السنيوة نتاعي راهي 40 على 40 سنتيم، ووحدة صغيرة في المول تاع 10 على 35 ولا على 40 سنتيم، 10 على 35 المول الأسطوري كما يسموه. بقاتلي شوية تاع العجينة درتها في المول الأسطوري. صدقوني البنات خبز الدار هذا رائع جدا جدا، من أروع ما يكون. كما شفتوا أنا خبز الدار ما مسيتوش بيدي كامل، هذا وين مسيتو كي جيت نديروه في سنيوة. بيان سور باش نعدلو السنيوة ندهنوها بزيت ونعاودو نديرو لها السميد ولا نحطو طول بابي كويسون البنات. كما تلاحظوا البنات يجيب كمية هائلة، بلا فرينة بلا عجين بلا دليك بلا تكسر راس، وصفة تاع ليه يعني الصباح نخدم في شقاية وندور على خدمة الدار، و ميم طون عيني ليه كل ما يختمر نعاود نضيف له المكونات بملعقة وهي رايحة حتى نكملو، يعني يوجد مع الغداء قد ولا في العشية مع العشاء. هنا صفار البيضة راني زدت عليه القليل من الحليب كما شفتوني، وراح ندير البيض فوق خبز الدار. البنات انا ولفت طريقه انه خبز الدار لازم ندهن بيدي، حتى اذا كان عندي البانس هذه طبيعه راحت فيها، لازمني نتحسس العجين بيدي. هنا صفار البيضه واحده ما كفانيش لانه كما تشوفوا الكميه جات زاكيه الله يبارك. راني ضفت صفار بيضه اخر باش ندهن الخبزه الثانيه الصغيره، وما من الخبزه الكبيره زدت لها شويه تاع صفار البيض، جبت صفار بيضه وعاودت دهنت المول الثاني هكذا. البنات هنا المول الصغير ما قدرتش نستخدم يدي، راني استخدمت البانس. وها هو خبز الدار نتاعنا حاضر. نشعلوا الفرن نتاعنا يسخن مليح مليح ونحطوه يطيب. البنات لازم الفور يسخن مليح مليح هكذا باش ما يشربلناش خبز الدار. كما تشوفوا خبز الدار نتاعنا راهو حاضر. اللي يحبس خبز الدار وعجبها شكله دير لنا لايك ودير كومونتير البنات، بينوا رواحكم بلي كومونتير. هنا راهو حاضر البنات، لازم طول كما يوجد نقلبوه باش ما يعرقش ونستناوه حتى يبرد باش نقطعوه. هنا راني قطعت الخبزه الاولى، خانت الكاميرا ما كانش تسجل، ما نعتلكمش التقطيع. راح نشوفوا الخبزه الثانيه الصغيره. كما راكم تلاحظوا البنات خبز الدار ولا اروع، خفيف هشيش المذاق ما نحكي لكمش. الشكل راكم تشوفوا فيه الله يبارك مختمر. خبز الدار يحمر الوجه. اللي درتها في المول الأسطوري هي اللي عجبتني بزاف، شكلها عجبني الصراحة. ما رأيكم بالصلاة على حبيبنا المصطفى؟ اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا خبز دارنا حاضر مقطع خفيف هشيش الله يبارك ما شاء الله. شهيتكم في الجنة حبيباتي، جربوه أكيد راح تحبوه. اللي حبتنا وحبت قناتنا تخلي لنا لايك واشتراك في القناة. تهلاو في رواحكم وفي صحتكم. سلام.